السلام عليكم، شلونكم بنات حبيباتي؟ أنا طبعا كلش أعتذر عن الانقطاع الصار شوي، كان عندي ظروف. حبيباتي اليوم عندنا الأخبانة. أول خطوة نلبس الزبونة العباءة بالمقلوبة حتى نقدر ناخذ القياس. طبعا هنا نحضر دنابيس، تردين دنبوس أبو راس، تردين هاي الدنبوس العادي مو إشكال، بس هذا أروح لك لأنه خاف ذاك عندك ينفتح. تاخذين القياس المضبوط وتخلين الدنابيس. شوفي شلون هسه الطريقة، هذا الظهر طبعا هنا تفترين ويا العباية كلها نفس الحالة، تاخذين القياس المضبوط وتخلين الدنبوس. شوفي شلون تنتبهين العباية من جوا كون تصير على نهاية، يعني شلون تريد هالمرة، إذا كانت تحبها طويلة انت بعد على القياس اللي تحبه، اكو يحبنها شوية بها قصر، انت شلون يعني تريد الزبونة لازم على اللي تريده. هنا شوفوا فريناها طبعا، هاي هنا جوا الردن. هم نرجع نخلي دنابيس نفس الحالة ونفتر على العباية كلها. شوفوا شلون هذا أخذنا احنا القياس المضبوط. هسه هاي من المقدمة طبعا مال العباية، نفس الحالة هم نخلي لها دنابيس وناخذ قياسها، راح يطلع عندنا الطول اللي نريده. طبعا طريقة كلش سهلة وبسيطة. بنات نريد دعمكم للقناة حتى نتشجع أكثر، وشنو تحبون ننزل لكم عن فصال وخياط العباية العراقية. شوفوا حبيبتي هنا هسه من أخذنا القياس نجيب طباشير طبعا ونقيس على القياس مال الدنابيس، نأشرهن عدل وبعدين نفتح الدنابيس. هنا نرجع نخيط خياط ناعم. شوفوا شلون، طبعا الخيط طبقة واحدة مثل ما قلنا، ما يصير طبقتين. ونخيط خياط ناعم، خياط يعني يكون بحيث ما تسحبيه حيل، يعني شلون مثل ما نقول الخياط ينشنط، لا ما يصير، على كيفك. هنا شوفون وأي سؤال أو استفسار عندكم بنات تكتبوا بالتعليقات وتدللون، أنا حاضرة، وأي شي تحتاجون أنا أساعدكم به. طبعا هاي العباية هي أساسا هي خياط، طبعا خياط جاهز كانت جابيها، بس يردون الطول. شوفوا هنا حتى يعني من جوا خياط الماكينة، شوفوا شلون مسحوب يعني. بعدين تقدرين تفتحي، تقدرين تخليه ما يأثر هذا الخياط اللي جوا. شوفوا تمشي مثل ما قلنا، تاخذين القياس، هاي طبعا جوا الردن، القياس اللي أخذتيه تمشي بالطباشير وترجعين كله تخيطي. حبيباتي لا تنسونا بالاشتراك ولايك.